بلاش تربي بنتك على انها تبقى زيك ست ب 100 راجل. ما تضيعيش عمرها اللي جاي بانك تعلميها تعيش دور مش بتاعها لاي سبب من الاسباب. ما تقوليلهاش ما تستنيش حد يعلمك حاجه واعتمدي على نفسك. ما تعودهاش تقف مع سباك او نجار او بتاع الدليفري او المكواجي، ده مش دورها. ما تعودهاش تتحن في مشاوير مش بتاعتها. مش لازم تشوفك وانت بتركبي انبوبه مثلا، دي مش شطاره. ما تخليهاش تفتح الباب لو في راجل في البيت. ما تحطش ايديها في شنطتها تدفع لو في راجل معاها. ولا توقفيها في طابور الستات لانه قاصر. ابوها او اخوها يقف لو موجودين. خلي ابوها يروح معاها المشاوير واقعدي انت في البيت عشان تعرف ان مش كل حاجه الست بتعملها، وان في وقت الست بتقعد هانم في البيت. مش لازم تشوفك وانت شايله 100 شنطه جايه على نفسك وطلعان عينك مش عشان اتكتب عليكي ده تشوفه قدامها. عوديها تتحمل المسؤوليه بس ما تشيلهاش لوحدها. عوديها ان الحياه مشاركه، ولو مش متواجده ما تقبلش بيها. ما تقوليلهاش الناس وكلام الناس. قولي لها راعي ربنا في تصرفاتك واعملي اللي يريحك بغض النظر عن كلام الناس. ما تخليهاش تشيل فوق طاقتها وتبقى سوبر وومن. دي مش حاجة حلوة على فكرة، ده عمر وأنوثة ومشاعر بتدفن. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك ومتابعة علشان يوصل لك كل جديد.